صلى على النبي بقى، انا شفت الكرنبايه دي في السوق وعينكم ما تشوفها الا النور، قلت والله لازم أنا هحشيها النهارده. جبتها كده وفرفرتها حلو وغسلتها وجبت طماطم، فرمتها في الخلاط، حطيتها في سمنة وزيت على النار، بس يكون في طاسة أو في صينية عشان بتسبك معانا حلو جدا. بعدين جبت بصلتين كبار فرمتهم في الكبة مع ملح وفلفل أسود وقرن فلفل أخضر، ونزلت على الطماطم بيهم سويتهم. وبعدين جبت مية سخنة وملح وحطيت الكرنباية وسلقتها على نار متوسطة. جبت الرز غسلته وحطيته على الصلصة، اديته تقليبة كده حوالي 3 4 دقايق على النار عشان يتشرب الصلصة ويبقى طعمه حلو جدا. وجبت كزبرة وشبت، ولما الرز برد خرطتهم وحطيتهم عليهم مع شوية كمون وكزبرة. وبعدين جبت الفرخة القمر دي كانت عندي في الفريزر، طلعتها من بالليل فكت وكنت متبلاها. وبعدين غسلت التتبيلة اللي فيها لأن البصل لما بيتلج ما بيبقاش حلو في التسوية تاني مرة. غسلت البصل اللي كان فيها وتبلتها في بصل جديد وملح وفلفل اسود وحبهان. وبعدين سويتها في طماطم ومية وبصلاية وملح وفلفل اسود. ولما استوت حطيت المحشي كده حشيته كويس، وبعدين حطيت له شوية شوربة وسويتهم على النار لحد ما استووا. والفرخة بقى حمرتها في السمنة الزبدة. بجد الفيديو حلو جدا النهاردة، والمحشي ولذيذ جدا مع الفرخة المتحمرة بالزبدة. يلا شاركوا الفيديو وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك منكم اللي بيدعمني. المحشي استوى وطلع